هعمل النهاردة سندوتش زنجر الدجاج بطريقة سهلة جدا، وهعمل للزنجر تتبيلة مميزة. ولو أول مرة تشوفوا قناتي اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس علشان يوصلكوا إشعار بكل فيديو بنزله. ويلا مع بعض نشوف الطريقة والمقادير. وأول حاجة هبدأ بها قطع الزنجر. أنا معايا صدور فراخ هقطعها لجزئين، وكل جزء هقطعه ل3 قطع. وحاول نقطعهم قطع متساوية. قطعتهم بالشكل ده، واقطع كل الكمية اللي معايا بالشكل ده وهغسلها كويس. بعد كده هعمل التتبيلة. انا جبت بولة وضفت فيها علبتين من الزبادي، ومعايا البهارات: معلقة كبيرة من الثوم البودر، معلقة كبيرة من البصل البودر، معلقة كبيرة من البابريكا، معلقة صغيرة من الجنزبيل، معلقة صغيرة من الفلفل الاسمر، معلقة صغيرة من الشطة. طبعا احنا عارفين ان الزنجر بيبقى سبايسي، لو عايزين تكتروا شطة كتروا. بعد كده هضيف معلقة كبيرة من المستردة، واخلط كل المكونات مع بعض. التتبيلة دي جميلة جدا. بعد كده هضيف الملح. طبعا الملح حسب الكمية اللي انتوا عاملينها. انا هنا ضفت نص معلقة كبيرة من الملح، وهقلب كل المكونات مع بعض. قلبت كل المكونات مع بعض. هنزل بقطع الفراخ، وهقلب قطع الفراخ في التتبيلة. قلبت قطع الفراخ في التتبيلة كويس. بعد كده هقطعها بستريتش وادخلها التلاجة. طبعا انا في كل تتبيلاتي بعملها قبلها بيوم وبدخلها التلاجة. لو انتم مستعجلين اقل حاجة تسيبوا الفراخ في التتبيلة ساعتين. انا غطيتها ادخلها التلاجة. انا كده سبتها يوم في التلاجة. هعمل الصوصات. اول صوص هعمله: انا جبت بولة حطيت فيها 3 معالق من المستردة، ومعلقتين كبار من المايونيز، ومعلقة صغيرة من العسل الابيض، واقلبهم مع بعض كويس جدا. كده الصوص جاهز معايا. هعمل الصوص التاني. انا جبت بولة وضفت فيه 3 معالق كبار من الكاتشب، ومعلقتين كبار من المايونيز، ورشة من الملح، وهقلبهم كويس جدا. طبعا انا عملت صوصين، ممكن تختاروا واحد منهم. كده الصوصات جاهزة. هقفلهم وادخلهم التلاجة. بعد كده هعمل الخلطة اللي هحمر فيها الفراخ. حطيت كوبايتين من الدقيق، نص كوباية من النشا، معلقة صغيرة بيكنج باودر، معلقة صغيرة من الملح، وهقلب المكونات مع بعض كويس جدا. لو عايزين تضيفوا على الدقيق نفس البهارات اللي ضفناها في تتبيلة الفراخ ضيفوا، بس انا بستكفى بالبهارات اللي في تتبيلة الفراخ. ومعايا مية ساقعة متلجة. هاخد قطع الفراخ واحطها في الدقيق،
بعد كده احطها في المية الساقعة واحطها في الدقيق. انا هعملها مرتين في المية ومرتين في الدقيق. طبعا الفيديو واضح. بالشكل ده. باخد الفراخ من التتبيلة بحطها على الدقيق في الدقيق. بعد كده بحطها في المية الساقعة. برجع احطها في الدقيق واغلفها كويس بالدقيق. وهعمل كل الكمية اللي معايا بالشكل ده. بعد كده حطيت الزيت على النار. الزيت سخن معايا. هنزل بقطع الزنجر. طبعا طريقة التسوية مهمة جدا. الزيت يسخن معايا واخلي النار معايا وسط عشان قطع الزنجر تستوى معايا. كده استوت بقلبها. هخرجها على شبكة عشان تفضل محتفظة بالقرمشة بتاعتها. شايفين اللون؟ هو ده اللون اللي انا عايزاه. قطع زنجر معايا. كل مكوناتنا جاهزة. الصوصات والخس ومخلل الخيار واللانشون. هعمل الساندوتش. انا معايا الفينو موجود في كل السوبر ماركت. هحط الصوص. بعد كده هحط الخس. بعد كده هحط اللانشون بالشكل ده. لو عايزين تحطوا رومي مدخن مفيش فيها اي مشكلة، تحطوا رومي مدخن عادي اللي انتوا عايزينه حطوه. حطيت اللانشون. هحط الخيار المخلل. بعد كده حطيت الزنجر واقفل الساندوتش بصوص المستردة. هنعمل الساندوتش ده بصوص الجبنة الشيدر. صوص جبنة شيدر هحطه بالشكل ده. بعد كده هحط اللانشون هقطعه. حطيت الخيار المخلل. هحط الخس. حطيت قطع الزنجر.
هحط صوص الجبنة الشيدر، سندوتش طريقته سهلة جدا. واقفله بالشكل ده. ودي السندوتشات معانا جاهزة، وكل المقادير هسيبها لكم في صندوق الوصف، واشوفكم في فيديو تاني. مع السلامة.